أهلا بيكم معانا النهاردة في تالت حلقة من سلسلة أفلام عمرك ما هتشوفها، وأتمنى يا رب تكون السلسلة عجباك. ومش هأخركم، ويلا بينا على الفيلم. النهاردة الفيلم اللي معانا هو فيلم أولاد الذوات لسنة 1932. الفيلم هو أول فيلم مصري ناطق. الفيلم بطولة يوسف وهبي وسراج منير وأمينة رزق والممثلة الفرنسية كوليدو أرب. الفيلم ده وقت نزوله أثار ضجة، خاصة في الجاليات الأجنبية في مصر في الوقت ده اللي كانت كتير جدا وقتها، لدرجة إن يوسف بيك وهبي قال في إحدى لقاءاته إن هو كان بيتدفق على جوابات الجاليات الأجنبية اللي كان بيحرقها لأنها كانت بتهاجمه، وده لأسباب هنعرفها قدام. الفيلم بيحكي عن الزوجة زينب اللي بتقوم بدورها أمينة رزق، اللي بترجع في يوم من الأيام من عند والدتها المريضة، وتفاجأ إن زوجها اللي هو يوسف بيه وهبي اللي اسمه حمدي في الدور بات بره. ولما بتفتح درج مكتبه بتفاجأ بوجود جواب غرامي جواه، وبيصادف ده زيارة ابن عمها اللي بيقوم بدوره سراج منير واسمه أمين، اللي بينصحها بالهدوء وإنها ما تخربش بيتها، وغالبا الجواب ده هيطلع يعني من واحدة من بتوع شارع عماد الدين، إنها نزوة وهتعدي. وبيشتكي لها هو من مراته الأجنبية جوليا اللي اتعرف عليها في صالة رقص في فرنسا، واشتكى من طلباتها الكتير اللي خلته يتضايق. وفي نفس الوقت بيدخل واحد من الديانة اللي داينه حمدي، وبتكتشف زينب إن جوزها رهن خاتم جوازهم ب30 جنيه، وبتواجه جوزها بده، ولكن هو بيتلكك بالبلدي وبيقول لها إن هي اللي لسه على علاقة بابن عمها اللي كان عايز يطلب إيدها زمان، وبيحلف عليها يمين طلاق إن هي ما تفتحش تاني أدراج المكتب بتاعه. ولكن الطريقة دي بتخليها تشك أكتر، وبتكسر الدرج وبتكتشف صورة جوليا مرات ابن عمها جوه الدرج، وحماد زينب اللي هي والدة حمدي اللي قامت بدورها الفنانة دولة أبيض بتعرف، وبتتصل بالموظف أحمد اللي قام بدوره حسن البارودي، ده موظف عند ابنها، وبتقول له إنه ينبه ابنها حمدي إن زوجته زينب عرفت حقيقة علاقة حمدي وجوليا. في الوقت ده حمدي كان مع جوليا في عوامة من عوامات النيل. في نفس الوقت ده أمين بيكون في طريقه للعوامة علشان ينصح حمدي وينبهه إن زينب عرفت إن هو ليه علاقة بست، طبعا مش عارف مين الست دي. ولما بيوصل أمين جوليا بتستخبى جوه، وفي نفس الوقت الموظف أحمد اللي بيقوم بدوره حسن البارودي زي ما قلنا بينجح بالاتصال بالعوام، وبيبلغ حمدي إن مراته عرفت هوية العشيقة وفي طريقها غالبا للعوام. حمدي بيقول لأمين في محاولة منه إن هو يخرجه بره العوامة إن مراته جوليا مستنياه في بروكلي، وبيخرج أمين في طريقه لبروكلي في نفس لحظة وصول زينب للعوامة، وبتظبط حمدي وجوليا في محاولتهم للهروب. وحمدي بيبلغ زينب إنه بما إنها كسرت الدرج فكده يمين الطلاق يبقى وقع وهي طالق، وإن هو كده كده كان هياخد جوليا ويسافروا فرنسا. في نفس اللحظة بيرجع أمين وبيفاجأ بوجود جوليا مع حمدي وزينب، فزينب بتدعي إن جوليا كانت معاها من الأول، وبتطلب من جوليا وحمدي إن هما يخرجوا يجيبوا لهم أكل، وبتقول لحمدي روح الله يسامحك. ولما بتتأكد زينب إن جوليا وحمدي بقوا في أمان بتبلغ أمين بالحقيقة، بتقول له إن هما غالبا دلوقتي في طريقهم لفرنسا. في باريس بيعيش جوليا وحمدي مع بعض، وبتقدم له أخوها، وبيتفاجئ حمدي بسلوك جوليا المنحرف، وإن أخوها هو في الحقيقة عشيقها الفرنسي، وبيقول لها جملة مشهورة قوي اشتهر بيها في الوقت ده يوسف بيه: جوليا يا امرأة الكل يا مزبلة. وبيضرب حمدي العشيق الفرنسي بالرصاص، وبيتسجن حمدي في باريس 12 سنة بحل. وبيرجع لمصر وبيلاقي إن زينب اتجوزت بطبيعة الحال ابن عمها أمين، وده كان بيوافق يوم فرح ابن حمدي، وبيلبس فراش عشان محدش يعرف، وبيقدم الشربات لابنه اللي بيديله حسنة على اعتبار إن هو راجل غلبان وكده. وزينب بتعرف جوزها القديم
وبتعدي، بس خلاص ما عادش ينفع الندى، وبيخرج حمدي يرمي نفسه تحت عجلات القطر. طيب ده شكله فيلم اجتماعي عادي، ايه سر إثارته للجدل؟ الفكرة إنه الفيلم ده عن قصة حقيقية، وهي قصة الساري علي فهمي اللي قتلته زوجته مارجريت في وضح النهار بلندن، والمحكمة حكمت لها بالبراءة. القصة بدأت بمارجريت الفرنسية اللي كانت غنية فرنسية، وهي عندها 16 سنة أنجبت طفلة من علاقة غير شرعية، واشتغلت في أحد بيوت الهوى، بس كان من البيوت الخاصة بعلية القوم وقتها. وقابلت في المكان ده ولي العهد البريطاني ساعتها الأمير إدوارد أمير ويلز. في سنة 1922 جت مارجريت لمصر مع أحد عشاقها المصريين، وهنا اتعرفت في حفلة من الحفلات على الشاب الثري علي فهمي اللي كان شاب غني جدا وعنده ثروة كبيرة، بس للأسف كان لاهي وعابس، وللأسف اتجوزها في باريس وفي مصر مدنيا وإسلاميا. زي ما شايفين في الصورة هي طبعا أظهرت الولاء والطاعة في البداية ولبست اللبس المصري، ولكن للأسف راح معاها رحلة في لندن، وطبعا اكتشف سلوكها المنحرف والمنفلت وحاول تقويمها أكتر من مرة، وانتهى الأمر بأنها قتلته. وكانت قضية كبيرة وقتها لأن المتوفي شخص مهم، وهي عينت المحامي اللورد مارشال اللي قال نصا: نحن يا حضرات أمام امرأة غريبة اقتيدت بحيلة شرقية ماكرة من قلب الحضارة إلى ظلام الصحراء لتقضي شهر العسل بين وحوشها وزواحفها، وتعرضت منذ ذلك الحين لمحنة لم تدع لها إرادة وحولتها إلى كائن مذعور خائف. امرأة لم تنوي القتل ولم تقتل، بل انطلقت منها رصاصة قتلت ذئبا بريا كان يهم بافتراسها. فإذا أردتم أن تسموه قتلا خطأ فهو كذلك، وإذا أردتم أن تسموه دفاعا شرعيا عن النفس فهو كذلك. رافق مع حملة كبيرة جدا في الصحف البريطانية وقتها لوصف العرب البرابرة اللي بيجوا ياخدوا ستاتهم الرقيقة الجميلة ويغروهم بثرواتهم الطائلة. وبعد كده تكتشف إن هي يا عيني هتتحبس في الحرام لباقي حياتها، وبالتالي المحامي أظهرها إنها الضحية رغم تاريخها المعروف. وأخدت براءة وجت مصر تطالب بورثها في جوزها، لكن طبعا المحكمة رفضت لأن القاتل لا يرث. هي ادعت إن هي كانت بتدافع عن نفسها، ورغم إن الملك اللي كان معروف باهتمامه بالجاليات الأجنبية كان عايز يمشي الموضوع، إلا إنه القاضي الشرعي في الوقت ده الشيخ طه حبيب رفض إنه يديها ما تدعي إنه حقها الشرعي في الورث، فرجعت تاني تطالب بما يعادل 6000 جنيه مصري بحجة إنه باقي مؤخر صداقها اللي كان 8000 جنيه، وهي أخدت منه حوالي 2000 والباقي 6000، وده دين عليه مش ورث. ودي كانت تالت حلقة معانا، وأسفة لو كانت طويلة شوية، وأسفة كمان على صوتي، يعني بعاني شوية مع تغيير الأجواء والتراب. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، ولا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.